الأخبار الموجزة ليوم الاثنين. قال وزير المناجم والبترول: لن تتردد الإمارة الإسلامية في التعاون في تنفيذ المشروع تابع لأن الأمن جيد والظروف مناسبة لتنفيذ المشروع المذكور. قال المساعد الإداري لرئاسة الوزراء المولوي عبد السلام الحنفي للشعب في ختام برنامج محاسبة الحكومة إن الإمارة الإسلامية ملتزمة بحرية التعبير، وأضاف أنه لا يحق لأحد أن ينتقم بعد العفو العام. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العامة الدكتور شرافة زمان إن أكثر من 200 طبيب تم إفادهم إلى دول أجنبية للتدريب خلال العامين الماضيين. قال وزير الإعلام والثقافة الملا خير الله خيرخوا أمام الجلسة العامة تحت عنوان شعب مزدهر ونظام مسؤول إن أعداء النظام الإسلامي لا يريدون أبدا نظاما مستقلا وموحدا في أفغانستان. لقد دبروا المؤامرات ضد النظام ولكن الأفغان وقفوا إلى جانب النظام وأحبط مؤامراتهم. قال رئيس الأركان الأفغاني قاري فصيح الدين فطرة في الاجتماع العام الذي عقد تحت عنوان شعب مزدهر ونظام مسؤول إن شعب أفغانستان لم يطلب قطع العيش تحت حكم الاحتلال والغزاة، وأضاف إن الشعب الأفغاني أخضع الغزاة بوحدتها عبر التاريخ. حصل محمود من سكان مقاطعة فرع على المركز الأول لهذا العام بعد حصوله على 359 درجة في امتحان القبول. قال رئيس التلفزيون الوطني قاري محمد يوسف أحمد في ختام عملية محاسبة الحكومة أنها كانت عملية ناجحة، حيث تم مشاركة تقرير أنشطة العام الماضي مع المواطنين. صرحت بلدية كابول تم إزالة المنشآت غير القانونية والعوائق أمام المشاة في المنطقة الخامسة.